انت ازاي يعني كله ساقط في كله؟ ايه 2 و0 من 5؟ والله يا ماما نجحت يا ماما، ازاي يعني؟ ما توقعتش منك كده ابدا. الشهادة المزورة دي ولا لسه عاملينها؟ يا ماما والله العظيم دي بدرجاتي. ادم ساقط. انت كده فاشل. ايه ده؟ ادم ساقط. طب افتح يا ابني. لا والله ما افتح. ازاي يعني انتوا كده؟ حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا جدا. قبل اي حاجه عايزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صح من النوم كده يا جماعه، جات لي فكره جهنميه. ادم المفروض نجح واخد الهديه واتفسحنا والدنيا ماشيه زي الفل، ليه ما نعملش مقلب؟ في ناس كتير في الكومنتات طلبت مني كده، غير ان انا اصلا بقالي فتره بفكر في مقلب غشيم. ايوه انا قلبي كده غشيم، هو لسه عامل فيها مقلب في البول وانه بيغرق مع مامته ساعدته، فاستحمل بقى يا عم ادم عشان انت اللي بدأ. بس قبل ما ابدا المقلب دلوقتي انا هعد من 1 ل5 وعاوزكم، وشكرا بجد شكرا من قلبي على اللايكات على الفيديو اللي فات. من قلبي احنا اكتسحنا اللايكات الحمد لله، فبجد شكرا من قلبي وسقفه لكل الناس اللي بتعمل لايك. بحبكم، ربنا يديمكم اجمل نعمه في حياتنا. ولو في اي حاجه يا جماعه شايفينها فيها تعليقات في الفيديوهات اكتبوا لي في الكومنتات، ونختار يا جماعه ناس من الكومنتات في الفيديو ده نرسمهم ان شاء الله. نعد من 1 ل5 دلوقتي ونفجر اللايك عشان المقلب بجد جامد جدا. 1 2 3 4 5 لايك 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 لايك، احلى لايك في الدنيا. بحبكم، شكرا. المهم يا جماعه، بس تعالوا كده قبل ما نبدا المقلب عاوزكم في حاجه مهمه. مين فيكم عاوز يكسب فلوس حقيقيه؟ جايب لكم النهارده يا اخواتي افضل منصه للتداول، وهي بوكيت بروكر. المنصه دي يا جدعان كل اللي عليك ان انت هتتوقع العمله هتصعد ولا هتهبط، وهنجرب معاكم عمليه دلوقتي قدامكم عشان اثبت لكم ده. وده اصحابي شكل المنصه لما بتفتحها. يلا بينا نبدا. نحط مثلا $300 ونظبط الثواني 30 ثانيه. نبدا. انا شايف السهم بيصعد، ندوس صعود. بسم الله. ايوه بيصعد. ايوه وربحنا $576 يا اصحابي قدامكم اهو، اقسم بالله. وكمان في بطولات يوميه بجوائز قيمتها $250، واكيد في ميزات رهيبه، منها ميزه الكريستالز اللي بتجمع منها نقط وتفتح بيها صناديق فيها جوائز قيمه. وفي كذا طريقه ممكن تعمل بيها ايداع، واهم ميزه هي السحب الفوري عند الربح. وكمان تقدر تشوف عمليات التداول الخاصه بالمتداولين المحترفين وتتعلم منهم. مستني ايه عشان تبدا بالتداول؟ وعاوز اقول لك بقى مفاجاه سريه جدا، البرومو كود ده بتاعي تقدر تستخدمه عليه خصم 60% مع اول عمليه ايداع، يعني حاجه عظمه. يلا بينا بقى نكمل المقلب. ادم نايم، المفروض انا صاحي بدري انا ومامته، هي اللي بتساعدني برضه، يعني هي اللي ساعدته في المقلب عليا، هي اللي بتساعدني برضه. انا هدخل اجيب الشهاده بتاعته وادخل على الكمبيوتر، طبعا دي شغلتي انا، راسب في كله طبعا. وانا هفهم ادم ان المدرسه كلمتنا وقالت لي هات ادم وتعالى، هو مش هيبقى فاهم احنا رايحين ليه. انا مرتب مع الميس بتاعت ادم وهكلمها قدامكم دلوقتي، واكد معاها ان احنا المفروض رايحين هنقابلها في المدرسه، والشهاده اللي انا هعملها دي هديها لها قبل ما انا وادم نقابلها. مش متخيل رد فعله هيكون ايه، وربنا يستر. وانت اللي بدات يا ادم افتكر، والمقلب بتاعه جاب لايك 32,000 لايك ولا 50,000 لايك، المقلب ده يجيب 100,000 لايك. بس قبل ما نبدا دلوقتي يا جدعان، عاوزكم كلكم تعملوا اشتراك في القناه عشان داخلين على 7 مليون، وده هيبقى اكبر احتفال عملته من ساعه ما بدات يوتيوب. فكلنا نشترك دلوقتي ونفعل الجرس. يلا بينا ندخل نجيب الشهاده ونقعد على الكمبيوتر نعمل شهاده طبق الاصل. يلا بينا. هعملها طبق الاصل. بصوا دي الشهاده يا جماعه. بس طبعا عشان الموضوع ياخد معايا شويه وقت كده لزاز، فانت اقفي بره اقفلي الكاميرا، امني كده وشوف الدنيا، ولو كنت صحي ولا حاجه اديني اشاره. بسم الله. منورنا يا اودي. ايه رايك في المقلب الغشيم ده؟ خلاص هانت، بس بص كده قولي لي ايه رايك.
طبق الاصل. ها اقسم بالله عظيم. فاضل بس راسب راسب، حط كلمه راسب نكررها. المعلم مبسوط منك يا ادم وبيقول لك ما تدرسش تاني. بس انا كده بتهيألي يا جدعان زي الفل. المفروض ان احنا دلوقتي هاخد دي على الموبايل، هروح اطبعها. انا طبعا ما عنديش برينتر، اروح اطبعها بره واجي واكلم المس قبل ما نتحرك، وبعد كده اصحيه، اامن على المس واصحيه، وهنحاول نثبت كاميرا بره عشان نجيبه كده ايه وانا بقول له المدرسه كلمتنا ونشوف رد فعله. يلا بينا. عظمه عظمه. انت مشارك معانا في الجريمه دي ها؟ خد بالك يعني. حقك عليا يا ادم معلش. كينج مصر هو اللي قال لي نعمل فيك المقلب ده. لا ما يهمكش، ما تقلقش حبيبي. حبيبي يا نور. دلوقتي يا اصحابي انا عملت شهاده طبق الاصل. ايه ده؟ ادم ساعد. يا ابني ده مقلب، وانا مش قايل لك هنعمل فيه مقلب؟ بص يا جدعان، بص راسب في كله. صوت يعني صوت. يا نهار ازرق، احنا بنتكلم كده معاه بس هو نومه تقيل جدا. اقسم هو نومه تقيل اقسم بالله. احنا ندخل دلوقتي هنكلم الميس الاول. يلا. زمانها دلوقتي ايه وصلت المدرسه، هنكلمها ونأكد عليها ايه، نشوفها وصلت ولا. انا فاهمها كل حاجه عشان طبعا لو عملت لكم المكالمه دي في الفيديو هيبقى المكالمه نص ساعه. حاضر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا استاذ محمد. يا مس مالك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك فين دلوقتي؟ انا في المدرسه اهو. وصلت يعني؟ انا في المدرسه اهو. خلاص تمام. انا هصحي ادم دلوقتي وهجيب لك. انا طبعت لحضرتك الشهاده ايه، هديها لحضرتك بقى قبل ما ادم ينزل من العربيه. خلاص ماشي تمام. بقول لحضرتك ايه، انا مش هوصيكي. ايوه. انا مش هوصي حضرتك بقى، عايزك بصي تتوصي بادم على الاخر. ما تقلقش ادم صائد. تمام زي الفل زي الفل. اوعي تنسي ما يصعبش عليكي. لا ولا ايه. اتفقنا، يلا بينا. مع السلامه. سلام. ما احنا كده هنروح دلوقتي نشيل دي مكانها تاني عشان اكيد هو لما يعرف هيجري عليها، ودي هنخفيها عشان نديها للميس قبل ما نروح. ماشي؟ ممكن تحطيها في الشنطه معاكي. يلا بينا يا ايه. يا عم تعالى بس كده. بقول لك ايه، فوق بس عشان عايزك والله. تصبح على خير. ايه كلمني انت يا ابني. اسمعني طب بكلمك دلوقتي. المدرسه كلموني، مدرستك ميس مالك كلمتني وقالت لي هات ادم وتعالى ضروري. مش في الاجازه. بتقول ايه؟ مش في الاجازه. ايوه في الاجازه. ايوه ماشي بقى. هم كلموني عاوزين. خلاص يا بابا بقى، انا زهقت بقى يا بابا. ده كل يوم بصحى. انا بقالي ساعه بصحي فيك جوه وبفوقك، وقلت لي خلاص انا فقت وصحيت. لا لسه ما بقول لك مدرستك كلمتني وقالت لي هات ادم يا ابني. يا ادم عايزين. يا عم فوق. طب فوق. طب بص فوق عشان ما افوقكش. طب في بقى يا ماما، احنا في الاجازه وانا نجحت خلاص. نجحت ماشي. ما انا ما اعرفش، هم ميس مالك قالت لي ممكن يكون في جايزه ولا حاجه. ما انت مش عارف، ممكن يكون في حاجه والله. ما انا عارف انت اخدت الاجازه ونجحت. لا عايزينك في حاجه، يقول لك اهو حاجه. ممكن يكون اي حاجه. ممكن يكون عايزينك في حاجه. عايزيني في حاجه. طب صلي على النبي. قوم دلوقتي. رن على ميس مالك وخليها قوم خليها يا بنتي قوم يلبس. قوم يا ادم بعد اذنك البس. يلا. وخلصت. ممكن. انا مش قاعد مكفى وانا برضه يعني. يا عم يلا بس تعالى قوم. بس بقى انت جبت لي هديه. انا في الاول جبت لك هديه. عشان جبت لك هديه. طب بص. ممكن يكون طب خد اقول لك المدرسه وعايزينك يا ابني. يلا في الحفلة. وحياة ربنا مستنيانا في المدرسه بحلف بالله. عارف. طب يلا دي حفله، عاملين لك حفله عاملين لك حفله. اشمعنى انا الحفله؟ عشان انت ما شاء الله عليك كلهم ابن كينج مصر. عيال قفلت. انت دوما كينج. مرة قفل. طب فوق يابا فوق. يلا ادخل البس كده على السريع وهنروح. ماشي؟ عشان اجيب لك حاجه حلوه واحنا راجعين. انا مش صغير. يلا يا دوما خلص بقى يلا. على السريع بالله عليك عشان والله العظيم مستنيانا. ماشي. واحنا راجعين هقول لك. قالت لك يعني حاجه حلوه. هو دخل الحمام دلوقتي يا جدعان. المفروض انه هيلبس وهاخده وهنروح المدرسه. انت هتصوري من العربيه. هوقف العربيه في حته يا جماعه ومامة ادم هتصور من العربيه وانا هحاول ان هنقف على جنب وهي تصور واحنا بنكلم الميس وانا موصل الميس على الاخر. يلا بينا وربنا يستر. مش عارف ادم ممكن يسيبني ويجري في الشارع. يلا بينا وربنا يستر.
النهارده يا اصحابي مدرسه ادم كلمونا وقالوا لي تعالى يا كينج مصر انت وادم عاوزينك. الميس بتاعته كلمتني وقالت لي عاوزينك ضروري ضروري تقريبا كده، والله اعلم محضرين له مفاجاه عشان ادم أكيد. طبعا قفل الدرجات. تفتكر يا ادم محضرين لك ايه؟ هي حفلة يا مكافأة جامدة قوي. مكافاه جامده؟ يا واثق انت من نفسك. طب انت تفتكر يا ادم محضرين لادم ايه؟ حاجة جامدة يعني معدية ليفل الوحش. اصحى يا وحش. ماشي عامة يا اصحابي، قلنا نشارككم اليوم معانا وان شاء الله تكون حاجة حلوة. وطبعا ادم اللي مشرفني ورافع راسي، حبيبي قلبي اللي رافع راسي، الحمد حب لله. كبير. اهم حاجة يا اخواتي دلوقتي نعمل ايه؟ لايك. لايك جامد قوي، نعمل لايك جامد ونشترك في القناة عشان داخلين على 7 مليون. ماشي يا أستاذ. سقفة للي عمل لايك، سقفة لكل اخواتنا اللي عملوا لايك، سقفة اللي أنا كتب صدقت. كومنت. بنحبكم. يلا بينا ونشوف ان شاء الله اليوم يعجبكم. وهنا طبعا يا اصحابي عطلت ادم علشان خاطر ما يجيش معايا وياخد باله وانا بدي الورقه للميس. انتوا فاهمين طبعا شغل مظبوط ظبطة اصول. تعالى يا زبون. مبسوط بايه؟ أكيد مش انتوا عاملين لي حفلة؟ لا. صح؟ ايه اللي حصل؟ صح. حضرتك كلمتنا وقلت لنا ان احنا محتاجين ادم ومحتاجينك في حاجه ولا ايه؟ بص يا ادم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا آدم؟ ازاي ده؟ ده ايه ازاي ده؟ ده حضرتك؟ اقرا كده. ايه راسي كله ساقط في كله؟ ينفع كده. ده ازاي انا يعني؟ عايز افهم بس ازاي حضرتك المفروض هو اخد شهاده ان هو نجح ادم. دي شهادة مزورة دي ولا لسه عاملينها؟ لا دي مش مصوره، دي الحقيقيه. طب عايز افهم امال ايه اللي ازاي الاولانيه دي جت كله ناجح فيها وتقدير ممتاز؟ معرفش، هو بقى بيلعب. انت كده يا ادم ما بتذاكرش. ازاي والله معايا شهادة في البيت. امال دي امتى؟ دي ايه دي؟ دي الحقيقيه. المفروض حضرتك ان هو نجح وجبنا له هديه واتفسح هو كده ده ما يا نجحش. آدم اللي ازاي انت عملته حضرتك؟ ده. هو كده ما نجحش لان شايف دي الحقيقيه، دي اللي هي طب لو الشهاده اللي سمحت، احنا بنطلعها. لو سمحت يا ميس، امال الشهادة اللي انا خدتها قبل كده دي ازاي؟ انا ايه؟ عايز افهم بس، امسك كده. انت ازاي ساقط في كله كده؟ يعني مفيش حتى واحدة ممتازة. انت ازاي يعني كله ساقط في كله؟ ايه 2 و0 من 5؟ لا انت انت كده يا فاشل آدم. اصلا وما ذاكرتش شكلك. لا والله هو انت الشهاده اللي في البيت دي انت جايبها مزورها صح انت لا واصحابك؟ والله لا. وحضرتك دايما تشكريني فيه وتقولي لي ادم ازاي اللي انت بتعمله. اللي انت بتعمله ده؟ طب ذاكر. انا عايز افهم بس انت ازاي يعني اللي انا برضو حاولت افهم من الكنترول، بس أيوة، هم قالوا لي ان الاولانيه دي ايه اللي حصل؟ الاولانيه لا في غلط، دي اللي هي المظبوطه. طب انت جايب لي الشهاده الثانيه دي منين؟ جايبها منين الشهاده الثانيه؟ لا وما والله تستاهلش بجد. كل اللي انا عملته معاك. ليه تاخد منك كل حاجه انت جبتها؟ لو كنت بتذاكر ما كنتش جبت الدرجات دي. انا قعدت اقول لا ادم يجيب الدرجات. يعني ازاي ده حضرتك؟ ازاي يعني انت انا اعمل ايه كده دلوقتي؟ انت كده فاشل، انت كده ما ذاكرتش. 2 5 فين المذاكره؟ ايه الدرجات دي؟ ايه الدرجات دي؟ فهمني بس ايه لا انت ما جبت، توقع منك كده. انا دايما اقول ادم هو اللي كويس. احنا آدم نقعدوا من هو المدرسه بقى، مفيش مدارس تاني. كده لا مفيش لازم مدارس يتعاقب. تاني. لا هو مفيش. كده لازم يتعاقب. تمام. انا هعرف اعاقبه ازاي واحنا متاسفين جدا. اعرف في البيت اعاقبه وانا ابني هعرف اخليه ازاي يذاكر. امشي قدامي امشي قدامي، انت فارق تعيط يا فاشل. ادم تعالى. ينفع كده؟ ينفع تزعل بابا منك كده؟ لا انت ما نجحتش. انت ما تستاهلش المدارس اصلا اللي بنوديك فيها وانا تعبان وشقيان وبصرف عليك في المدارس وبديك دروس وجايب لك ايفون جديد وخرجتك ووديتك شفت بابا الجلاله. لما عرف ان انت نجحت جاب لك ايه؟ امشي قدامي. لا شكرا يا مس. اتفضلي. تعالى اتفضل يا فاشل. قول لي انا اعمل ايه معاك دلوقتي؟ ازاي يعني دلوقتي انا جايب كله راسب؟ انا عايز دلوقتي اعرف اهي قدامك الشهاده ايه؟ دلوقتي؟ انت بتصوري ايه دلوقتي بقى معلش؟ مالكش دعوه بماما، بتصور خيبتك، بتصور عشان الناس تعرف، الناس الملايين اللي متابعاك، القدوه اللي انت قدوتهم يا ادم بيه، يعرفوا ان انت راسب. ادم يا جماعه راسب. ازاي يعني؟ ازاي؟ استنى ايه؟ رايح فين؟ تعالى خد يالا. يا ادم تعالى. والله يا جدعان بالله عليكم ادم شكله استوى خالص. انت بتعمل ايه؟ بجيب الشهادة. امال دي ايه؟ دي ايه معلش؟ ده كله ايه ايه؟ دي؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كله ممتاز. وريني كده. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ايه دي؟ مالناش دعوه بدي. ممتاز
قالت لك دي الكنترول، الميس قالت لك النهارده الكنترول غلط في الشهاده، واللي انت اخدتها الاول دي مش بتاعتك. غلط في ده كله، غلط دفاع ده دي اللي كله. بتاعتك. صلي على النبي عشان ما نحرقش كتير. خلاص يا ادم النتيجه ظهرت. انت بقى انا هعرف اتعامل معاك واعرف الشهاده دي مين اللي عاملها لك. اتفضل دلوقتي حالا تجيب لي الموبايل اللي جبت لك هديه دلوقتي. اتفضل. ده انا رحت خرجتك الجلاله واتفسحت وخربنا الدنيا، وفي الاخر ابني فاشل. مش عايز كلمه. اتفضل هات الموبايل اللي انا جبته لك. بقول لك اسمع الكلام بسرعه. حاضر. انت ما تستاهلش موبايلات اصلا. النادي مفيش نادي، تدريب كوره مفيش كوره، ليه؟ سباحه مفيش سباحه، كل حاجه انتهت عشان خاطر يعرفوا ان ادم فاشل وخلاص. انتهت كده. ادم مفيش فيديوهات تاني يا جماعه. ادم مش هيصدر تاني في الفيديوهات. ادم مش انت انا اشوف لك بقى ميكانيكي حلو كده. انت عيط دلوقتي، بتعيط دلوقتي خلاص. صعب عليك نفسك وما صعبش عليك فلوس اللي بدفعها فيك والدروس، ومهتم بعمل لك كل حاجه نفسك فيها، وبيخرجك وبيجيب لك حاجات حلوه. ما شاء الله. الولد ده ما شاء الله مقفل، الله اكبر عليه. انت اصلا اللي ربنا يكرمني فيك يا اياد والله. انسى كل حاجه حلوه. تلفزيون مفيش، تصوير فيديوهات مفيش من هنا ورايح. حاجه واحده بس. ايه الحاجه واحده؟ ده اخده معايا. مفيش موبايلات يا حبيبي، انسى. انا ما بهزرش، مفيش موبايلات. انا عايز افهم انا اعمل معاك ايه دلوقتي. قول لي اعمل معاك ايه. هات كده يا اياد بعد اذنك الشهاده دي مش درجاتك يعني. ابني اللي طلعت بيه من الدنيا وبتشرف بيك قدام الناس كلها، وبقول ابني ادم اشطر واحد في الدنيا. بيصرف فلوس عشانك بعد التعب ده كله ابني يبقى فاشل وصاعد يعني، ولا واحده ممتاز يعني. مش عارف اقول لك ايه. دي اللي درجاتك؟ توقعتش منك كده ابدا ابدا ابدا. ايه ده يا بابا؟ وماما اللي عماله تعيط دي كسفتنا وصغرتنا. هو ده اللي فارق معاك؟ هو ده اللي فارق معاك الفيديو والتصوير؟ امسك بص فيها كويس كده وقول لي دي درجاتك ولا مش درجات. بص فيها كويس كده يا بابا والله العظيم دي ما درجاتي. امال درجات مين؟ لا مفيش تليفونات يا حبيبي. خلاص ده اياد اللي هياخده. خلاص مش عايز عياط عشان انا هنزل الفيديو والفيديو هيتصر. مش عايز عياط. خلاص خلي بقى توقف. هي بتصور ايه يعني؟ بتصورك عشان تظهر للناس وتوري الناس ان انت فاشل. والله لا انزل الفيديو ده، والله لا انزله، واخلي الناس كلها تشوفك وانت فاشل. والله ما دي ما كفايه كده ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ يلا ربنا يسترها. والله العظيم انا اتأثرت يا جدعان بجد، قلبي بيتقطع وانا بقول له اصل هندخل دلوقتي نشوف ربنا يسترها عليه ونقول له ان ده مقلب ونشوف هيعمل. يلا بينا يا جدعان. قومي يلا تعالى. ادم ولا يا ادم ولا يا ادم. بس نعم. طب افتح يا ادم. لا والله ما هفتح. استنى افتح يا ادم اقول لك حاجه والله. افتح يا ادم. لا مش هفتح. افتح يا ادم بقول لك. والله ما هفتح. كسر الباب. طب افتح عايزك. خد اقول لك طيب. يلا والله العظيم بنعمل فيك مقلب. مقلب ايه؟ مقلب. والله العظيم بنعمل فيك مقلب. افتح. ده مقلب. افتح يا ادم. مقلب ازاي يا بابا؟ طب افتح بس افتح. انت مش عارف يا ادم ده مقلب. والله العظيم ده والله العظيم والله تعالى. العظيم مقلب. تعالى تعالى. والله ما تعالى بس تعالى. طب يلا. مش انت زعلان مني؟ سيبني بقى. تعالى بس اقول لك حاجه والله. نعم. خد بس اقول لك والله. بس اهدى كده. والله العظيم احنا بنعمل فيك مقلب. والله العظيم وماما عارفه ان ده مقلب. مش انت عارفه؟ وهي اللي انت الشاطره ومتفوقه. هي الميس اللي وفعلا النتيجه دي بتاع بس هسالك سؤال. ايه رايك في انت فاهم بابا في الفوتوشوب ما عندوش يا مرحميني. ايوه انا عارفه عشان كده مش مصدق. عشان كده عشان كده ايه؟ عشان كده مش مصدق. ما عرفتش تطلع فيها غلطه صح؟ بالملي. أيوة. كوبي بيست يا جدعان بالملي. بس بجد عايز اقول لك ان ماما اللي كلمت ميس ملك الاول وبعد كده انا كلمتها قدام. هي اتفقت معاها على المقلب وبصراحه طب والله العظيم يا ادم اقول لك على حاجه. والله العظيم ما كانتش راضيه على المقلب ده. طب والله امسك. طيب. مين؟ والله العظيم ثلاثه. اسمع بس مني. انت عمال تقول لي فاشل. بص والله العظيم ميس ملك قالت تقول ادم وسعوا كده بقى. اشطر. طب استنى بس. والله العظيم ميس ملك قالت ادم من اشطر الطلاب عندي
وانا اهو يا عم بص اهي الشهاده، اهي الشهاده اهي هتقطع. اهي. ودي شهادتك يا اسطى، دي عندك الحقيقية. شهادتك الناجح يرفع ايده الشاطر يرفع ايده. يعني بالله عليك بس والله زعلان منك. بعد ما وادي التليفون، وادي التليفون بتاعك اهو يا اسطى. ورفعوا راس مصر. بقول عايز اقول لك على حاجه، ان اقسم بالله الناس كلها في الفيديو بتاع الجلاله كلهم بيقول لك الف مبروك وعارفين ان انت شاطر، والناس كلها كانت متابعه معاك زمانكم احقكم عليا يا جدعان. انا عارف ان انا بس بجد يا جدعان قولوا لي رايكم دلوقتي في الكومنتات في المقلب بتاعي بجد. بس المقلب بتاعي اخشن من بتاعه. المقلب بتاعك؟ اه. هو المقلب بتاعك غش. هو المقلب كنت برتبها ماما. بص دايسه مع اي حد، جايه معايا في مقلب عليك، جايه معاك في مقلب عليا، انت اقسم بالله ماشي. المقلب بتاع ادم جايب كومنتات كتير قوي، جايب لايكات كتير قوي، جايب بتاع 50,000 لايك تقريبا ولا 40، فبجد غشيم. نشوف بالله ده عليك بقى يا هيجيب اصحابي، كام. هنشوف بقى انا يا ادم اللي هجيب هيجيب لايكات اكتر هو كسبان. اللي بيحب كينج مصر يعمل لايك من قلبه دلوقتي، وكلنا دلوقتي نكتب في الكومنتات مبروك يا مبروك يا دوما، ودايما في تفوق وبنحبكم، ويا رب المقلب يكون عجبكم وانتظرونا في مقلب جديد، ويا رب والف الف مبروك لكل اخواتنا واصحابنا اللي نجحوا، وبنتمنى لكم التوفيق دايما كده والنجاح من قلبنا. بنحبكم. وقلبي يا ادم الناس اللي عملت لايك، قلبي يا اياد. طب لسه بقى انا ما اديتكوش العرق. اقفلي مش قادر. خلاص انا خلاص. ايس كريم.